بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آمين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وزينا بنور الفهم. اللهم زينا بالعلم وحسن أخلاقنا بالحلم. اللهم تقبل منا الصيام والقيام والقرآن وصالح الأعمال واجعلنا من الراشدين. احنا النهارده هنتكلم في أحسن الخالقين سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى خلق الخلق فأحسن. سبحانه وتعالى بيقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. طب تعالى كده بالراحة نشوف إبداع الملك سبحانه أحسن الخالقين في هذا البنيان، جسد ابن آدم. العلماء بيقولوا إحنا حاولنا نكتشف مين هو هذا البنيان، هذا الجسد. بيقولوا كل ما ندخل مكان في هذا الجسد نحس إن إحنا لسه واقفين بره. خلي بالكم يا حبايبي من عظمة هذا البنيان اللي ربنا خلقه، اللي هو سيدنا آدم عليه السلام، وإحنا من نسل سيدنا آدم. العلماء بيقولوا نحن كل ما ندخل عشان نعرف مين هذا البنيان، من هذا الجسد، بنحس ان احنا لسه واقفين بره. ليه؟ لان سبحان الله العظيم ابدع. سبحان الله العظيم. بيقولوا ان هذا البنيان، هذا الجسد، اكتشفنا اللي هو مجموعه من الاحشاء داخل قرطاس من الجلد. معلش انا اسفه ان النهارده الكلام النهارده اكتر علمي، لكن علشان خاطر نصل أو نحاول نصل بفكرنا إن إحنا نحمد الملك سبحانه وتعالى. ربنا يعيننا على حمد نعم، اللهم آمين يا رب العالمين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الجماعة العلماء بيقولوا إحنا عايزين نكتشف ما وراء هذا الكساء، ما وراء الثياب. اكتشفنا ان هذا الكساء اللي احنا شايفينه دي وراه مجموعه كساءات اخرى: الكسوه الجلديه، الكسوه اللحميه، العظميه، الاعصاب، الدماء. كل دي كساء، مجموعه زي ما قالوا مجموعه من الاحشاء داخل قرطاس من الجلد. سبحان الله العظيم. هذا الجسد اللي هو آدم عليه السلام واحنا من نسله، ربنا كرمه، ربنا فضله، وقال كلام ده سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. سبحانه وتعالى خلق آدم بإيده. سبحان البديع، سبحان من أحسن الخلق سبحانه وتعالى. وفي القرآن ربنا تحدى العالم، تحدى علماء العالم، قال: لن يخلقوا ذبابة ولو اجتمعوا. لو علماء العالم كلك اجتمعوا عشان يخلقوا ذبابة، دبانة يعني، مش هيعرفوا. ربنا قال في القرآن برضو، قال: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا الخلق لخلق الله سبحانه وتعالى. بص كده في الكون حواليك تلاقي سبحان الله العظيم صفحة سبحان من أبدع. موجود في الكون مليارات القوانين الثابتة، قوانين الأفلاك ثابتة، سبحان الله العظيم، قوانين المعادن ثابتة، سبحان الله العظيم. يعني سبحان الله العظيم فيه يعني نظام ثابت ربنا سبحانه وتعالى ماشي الكون عليه. يعني لما تبص في قوانين المعادن تلاقي القطعة من الحديد، لو الحديد غير الخصائص بتاعته العمارة تقف. لو جبت حتة ذهب والذهب غير الخصائص بتاعته تفقد ثمنها. سبحان الله العظيم. مليارات القوانين الثابتة موجودة.
سبحان الله العظيم، سبحانه وتعالى غير في كل هذه المليارات من القوانين 2 بس من القوانين ربنا جعلهم متحركين، اللي هم ايه؟ اللي هو الرزق والصحة. خلي بالكم يا شباب، القوانين الموجودة في الكون ده كله اللي ربنا عملها غير فيها 2 بس من القوانين، مليارات من القوانين الثابتة. سبحان الله العظيم، لكن غير في القوانين دي كلها 2 بس من القوانين، الصحة والرزق، ليختبر إيمان ابن آدم. وجيء ابن آدم إلى الأرض عشان يدفع ثمن الجنة. سبحانه وتعالى خلقه بيده كما قال سبحانه وتعالى، وجاء به إلى الأرض وعمل له جنة على الله السماوات والأرض، وجابه للأرض عشان يدفع ثمن الجنة. سبحان الله العظيم. بص كده لجسد ابن آدم وشوف المبدع سبحانه. ابدأ كده من شعرك، هتلاقي شعري هو جزء مني زي صبعي ما هو جزء مني. نقدر نبص شعر، نجيب مقص ونبص شعر ما نحسش بألم. الرجاله اللي زيكم ممكن نجيب المكنه ونحلق دقن ما نحسش بألم. سبحان الله العظيم. لكن ما نقدرش نقطع حته من جلد رغم ان ده من جسمي وده من جسمي. شوفوا سبحانه احسن الخالقين. لكن ما نقدرش نقطع حته من جلدي. ليه؟ لان شعري وضوافري سبحان الله العظيم ما فيهمش خلايا عصبيه. ايه الابداع ده؟ سبحانه احسن الخالقين. ما فيهمش خلايا عصبيه. ده كأن لو كان في شعري خلايا عصبيه، في ضوافري خلايا عصبيه، كنت عشان نقص ضوافري لازم ادخل تحت تخدير ويجي الدكتور يخدرني عشان يقص لي ضوافري. عشان الدكتور ده يقص لي ضوافري. عشان نحلق دقن لازم نخش تحت تخدير ودكتور يحلق لي دقني. عشان نقصقص شعري سبحان الله العظيم لازم ندخل تحت المخدر ويجي دكتور يقص لي شعري. لكن سبحانه وتعالى عشان ما يكلفش ابن ادم شال الخلايا العصبيه، ما عملوش خلايا عصبيه في شعره، ما عملوش خلايا عصبيه في ضوافره. سبحان الله العظيم. واحنا كنا اتكلمنا في خلق ادم قلنا ان الملك سبحانه وتعالى السبب في الضوافر بتاعتنا ديت ده علشان خاطر لما نبص الضوافر كده نتذكر ما كان به من قوه وماذا فعل بنا العصيان لله سبحانه وتعالى، نفتكر قوتنا. الكلام ده يعني ايه؟ يقال ان الملك سبحانه وتعالى لما خلق سيدنا ادم عليه السلام قبل ما يلبسوا الزي اللي احنا بنلبسه ده اللبس العادي البسوا كساء من الظفر. يعني جسم ادم عليه السلام كان كله عليه عباره عن جوانتي كله كده من الظفر. يعني انا لو جبت موس وعملت كده هنا على طول بسرعه ينفك، لكن على ضفري يبقى ممكن يعدي كده من غير ضفر ما ينفتح. ليه؟ لان الضفر ده قوي يتحمل لكن جلد ما يتحملش. سيدنا ادم كان جسمه كله عليه هذا الكساء من الظفر عباره عن جوانتي كده لابسه سيدنا ادم. لما كان من الشجره عليه السلام وعصى ربه كان من ضمن العقوبات اللي ربنا عاقب بها سيدنا ادم ان نزع عنه كساء الظفر، قلعوا الجوانتي دي وجعل القليل منه في الانامل. ليه؟ عشان يتذكر ما كان به من قوه وماذا فعل به عصيانه لربه. خلي بالك يا حبيبي، وماذا فعل به عصيانه لربه سبحانه. فاصابه بالوهن، اصابه بالضعف في جسمه. سبحان الله العظيم. سبحان الملك. سبحان الله العظيم. بص كده الجلد ابن ادم تلاقي الجلد ديت عباره عن 7 طبقات. الدكاتره بيقولوا كده جلد دي عباره عن 7 طبقات. يعني الواحد لما ينجرح ويروح للدكتور الصيدلي يقول له لا عايز يشوف الجرح بتاعي دي خيط، يقول له لا ما تخافش ده الجرح سطحي. لكن لو الجرح غائر يقول له لا ده لازم يتخيط. سبحان الله العظيم. لان خلاص وصل لمرحله انه اخترق ال7 طبقات بتاعت جلد ابن ادم. سبحان الله العظيم. وتحت الجلد تلاقي دم، وتلاقي الدم ده سبحان الله العظيم تركيبات مختلفه، كرات بيضاء كرات حمراء وبلازمه. سبحان الملك. تلاقي فيه جينات داخل جسم البني ادم، تلاقي مخ مثلا سبحان الله سبحانه احسن الخالقين.
تلاقي مخ ابن ادم فيه 1,500,000 خليه. الدماغ بتاع ابن ادم ده اللي هو مركزه فيه 1,500,000 خليه. سبحان الله العظيم. ومن رحمه ربنا بيني ان الخلايا بتاعت المخ الخلايا الوحيده في المكان الوحيد في جسم ابن ادم اللي ما بتتغيرش. يعني كل خلايا جسد ابن ادم بتتغير. في خلايا بتتغير كل يوم، في خلايا بتتغير كل اسبوع، بتتغير كل شهر، بتتغير كل سنه، بتتغير كل 5 سنين زي العظام. خلايا العظميه عند ابن ادم بتتغير كل 5 سنين. سبحان الله العظيم. وسبحان الله العظيم انسان بيصل لمرحله من عمره ان خلاص طوله كده كفايه. لو كان ابن ادم الخلايا تتحرك في الخلايا العظميه ده هيبقى زي ما بيقولوا كده، هيبقى من الناس اللي هم كانوا بيقولوا عليهم زمان العماليق. لكن الله رؤوف بعباده، بيصل ابن ادم لطول معين وتصل اشاره للخلايا العظميه ما تطولش اكتر من كده. سبحان الله العظيم. الخلايا خلاص وقفت. ممكن الخلايا دي سبحان الله العظيم توقف 70 سنه ويحصل كسر مثلا في جزء من اجزاء ابن ادم، تصل اشاره للمخ للخلايا العظميه في مشكله في المكان الفلاني، تبدا الخلايا العظميه تشتغل تاني عشان الجرح يلتئم، عشان العظم يصلح. وحط العظم ما يصلح تصل اشاره خلاص مهمتك انتهت، اقف تاني. ايه الابداع؟ ايه الجمال في خلق الله سبحانه وتعالى؟ سبحان الملك، سبحان الله العظيم. الله سبحانه وتعالى اللي خلق في احسن خلقه سبحانه وتعالى، ابدع سبحانه. مش كده وبس، بص كده في جسم ابن ادم تلاقي جسمي اللي هو التوتال كله كده زي ما بيقول جماعه الدكاتره، تلاقي جسمه كله كده علشان الانسان يبقى انسان سوي، انسان عادي درجه حرارته 37. اذا زادت عن 37 تبقى حاله مرضيه، اذا نزلت عن 37 تبقى حاله مرضيه. بص كده عيني لو زادت عن 9 درجات عيني تنفجر. الكبد لو قل عن 40 درجه يبقى عندك كبد. سبحان الله العظيم. نبص لعيني دوب كده ميه الدموع تلاقيها حاده، ميه الانف تلاقيها حامضيه، ميه الفم تلاقيها حلوه، ميه الاذن تلاقيها مره، وده في مكان واحد. خلي بالكم يا حبايبي، سبحانه احسن الخالق. وفي انفسكم افلا تبصرون؟ معقول ابن ادم اللي بيتعالى على الملك سبحانه مش عارف ان ربنا اداله ده كله ببلاش؟ سبحان الله العظيم. ابن ادم سبحان الله العظيم زيه سبحان الله العظيم زي الشجر، زي الحيوانات، زي الحيوانات. يعني ايه؟ يعني سبحان الله العظيم يقول لك تركيبه جسم ابن ادم هي نفس تركيبه الحيوان، وخاصه مخه. بيقول الفرق بين الانسان والحيوان الفص الامامي اللي موجود في اللي تسجد عليه اللي في الجبهه. في فص هنا اسمه الفص الامامي، هو ده اللي بيفصل الحيوان عن الانسان، اسمه فص الضمير. العلماء قالوا كده، قالوا الفص ده هو اسمه فص الضمير، وده اللي بيفرق ابن ادم عن الحيوان. لكن بقيه التركيبه هو عنده كبد وانا عندي كبد، هو عنده قلب وانا عندي قلب، هو بيحس وانا الاخرى بنحس، هو بيزيد في عمره وانا بيزيد في عمري، انا عندي طفوله وشباب وشيخوخه وهو عنده طفوله وشباب وشيخوخه. الكلام ده موجود في الانسان وفي الحيوان سبحان الله العظيم. وفي النبات تلاقي النبات يبدا صغير طفل يوصل لسن الشباب يبدا يعجز، تلاقيه بدا يصفر وشويه تلاقيه وقع. سبحان من ابدع. ولما تلاقي ده كله عايش ب3 تركيبات، عايش بالميه وبالكربون وبالاملاح المعدنيه. والاملاح المعدنيه سبحان الله العظيم والكربون والميه بالاحتراق يتحولوا لفحم، ويجي الموت يدمر كله فيتحول ابن ادم الى تراب، ويتحول الحيوان الى تراب بعد ما يموت، ويتحول النبات الى تراب بعد ما يموت. سبحانه احسن الخالقين. ربنا سبحانه وتعالى اللي خلق لنا الكون ده كله وخلقنا في احسن خلقنا، ابدع سبحانه وتعالى، صورنا في احسن صورنا، كرم ابن ادم كما قال الله، قال ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم. ربنا فضلك، ربنا قال كده، قال وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. تخيل هذا الانسان المفضل،
هذا الإنسان المكرم، هذا الإنسان اللي الملائكة سجدت له، الحيوانات بتعبد ربنا أكتر منه. يا الله، الشجر بيعبد الله أكتر منه. أيوة، الحصى سبح في يد رسول الله عليه الصلاة والسلام. الكلام ده ذكر للشيخ الشعراوي وهم بيقولوا له بلغنا أن الحصى سبح في يد رسول الله. قال لهم يا جماعة صححوا كلامهم، الحصى بيسبح في أي مكان مش في يد رسول الله بس، لأن ربنا قال الكلام ده في القرآن، قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده. الطير والشجر والحجر والكرسي ده واليافطة دي، كل شيء في الأرض، كل شيء مخلوق بيسبح بحمد الله. وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ربنا قال كده، قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال لهم الصح إن أنتوا تقولوا سمع رسول الله تسبيح الحصى. أيوة، لأن الكل بيسبح الله سبحانه وتعالى. سبحان الله العظيم. عشان كده سيدنا عليه الصلاة والسلام قال لما يموت ابن آدم بيبكى عليه موضوعين، بيبكى عليه موضوع سجوده وموضوع صعود عمله. موضوع سجوده بيبكي لأنه كان في واحد بيذكر الله زي هو ما بيذكر الله. موضوع صعود عمله لأنه كان بيذكر الله زي هو الإنسان اللي كان موجود في المكان بيذكر الله. عشان كده سيدنا عليه الصلاة والسلام بيقول إذا مات ابن آدم بكى عليه موضوعين، بكى عليه موضوع سجوده وبكى عليه موضع رفع عمله. ليه؟ لأن كان في حد في المكان ده معايا بيذكر الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى الحليم الرحيم الرحمن اللي خلق فأحسن، اللي أبدع سبحانه وتعالى. مش كتير عليه لما نسمع الأذان نقول له لبيك يا رب. أنت لو قدمت لي خدمة أنا بيبقى فاضل، لو جات لي كده قلت لي مركز الشباب اللي أنت قاعدة فيه ده أنا يا حاجة ده بتاعي وهم واخدينه منك الإيجار، أنا هكتبه لك ملك. هتكتب لي ملك 3 جرارات مبنيين على العمدان؟ يقول ده هكتبه لك هدية ملك. ده أنا بيتهيألي هنصلي لك كل يوم ركعتين. أيوه، للأسف هو ده اللي بيحصل. لا، ده ربنا سبحانه وتعالى مش كتب لي مكان أنا ممكن نسيبه ونمشي. سبحان الله العظيم، ده الدين عندي بلاش. دلوقتي الواحد لو حصل لعينه حاجة ممكن يدفع كل ما يملك ويسلف ويعمل قروض وعينه ما ترجعش برضه. لو عنده عملية ممكن يبيع اللي وراه واللي قدامه ويجري والعملية فشلت، والعملية جابت مشكلة تانية، كان في غلطة من دكتور، يبقى دفعت كل اللي حلت وسلفت وعملت قروض ونموت مليون ونموت برضه بنفس المرض. سبحان الله العظيم، ده ربنا اداني ده كله ببلاش. اداني عين ببلاش، اداني لسان بنتكلم بيه ببلاش، اداني وجهه حلوه بين الناس، اداني رجل بنمشي عليه. في ناس لها رجل لكن عنده الاعصاب بتاعت رجله ما بيقدرش، يبقى عنده مشكله في الاعصاب. هو ليه رجل زيي لكن الاعصاب عنده فيها مشكله، ما بيقدرش يقف على رجله. سبحان الله العظيم، ما بيقدرش يشوف زيي. في ناس مولوده ما بتشوفش، يا رب ما تحرمش حد من نور عينيه يا رب. في ناس مولوده سبحان الله العظيم بامراض، نسال الله الشفاء لمرضى المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. ده ربنا اداك ده كله ببلاش، اداك عين ببلاش ولسان ببلاش تتكلم بيه وودن ببلاش تسمع بيه. ايوه، في ناس ما بتقدرش تقعد في الاماكن العامه عشان يقول لك بيكلمني يقول لي في اللي بينقال دي، نقول له ايه؟ لانه مش سامع فيحس بالاحراج، عشان كده ما بيقدرش او ما بيعرفش يتكلم، عنده مشكله في النور. يقول لك ناس لما نتكلم بيضحكوا عليا. دي نعم ربنا اداها لي، وراني النعم، وراني الحاجات ديت في الناس اللي حواليا عشان لما نشوف ان انا ربنا رزقني النعمه ديت وحرموا مني نقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري وجعلني من المسلمين من غير حول مني ولا قوه. نعرف ان انا في نعمه كبيره قوي، هو عنده استعداد يدفع ما يملك علشان يوصل للنعمه اللي انا فيها. لكن ربنا سبحانه وتعالى امتحنه وامتحني بان انا المفروض نحمد النعمه اللي هو سبحانه وتعالى اداها لي، وامتحنه هو يشوفه هيصبر ولا لا. اللهم اجعلنا من الصابرين واشف كل مريض، اللهم امين يا رب العالمين. نعم الله سبحانه وتعالى علينا كتير وما طلبش مننا المستحيل. والله ادانا النعم، ادانا عين ببلاش وايد ببلاش ولسان ببلاش واذن ببلاش وهيدة حلوه ببلاش وايد نتحرك بها ببلاش ورجل نمشي بها ببلاش، واداني مخ نفكر بنعرف الطيب من الخبيث، نعرف الصح من الغلط. سبحان الله العظيم. وبرضه كل ده ببلاش وفرضوا عليا تعليمات، انا مش عجباني التعليمات للاسف.
يبقى ما نزعلش بقى لما يحاسبني، لما نزعلش لما سبحانه وتعالى يحاسبني على النعم اللي هو اداها لي وطلب مني بس مش كتير. ما قاليش ادفع كذا، نظير عينك، نظير ايدك، نظير رجلك، ما قاليش ادفع كذا. قال له يا عبدي لما تسمع الاذان قل الله اكبر، ما تبصش بعينك للحرام، ما تمدش ايدك للحرام، ما تمشيش للحرام. انا مش طالب منك المستحيل يا ابني، ما تسمحش غير اللي يرضيني. انت بقى ما التزمتش بده كله رغم اللي انا اديتهولك، يبقى يا عم ما تزعلش مني بقى. ما انا بقول لحضرتك انت لو قلت لي هذا المكان المبني على العمدان اللي هو طلب ضرائب ده انت بقولك باسمك، انا بتاعي هوصل لك كل يوم ركعتين. ايوه، لان انا ما كنتش نمله، كنت ساكن بالايجار وبقى ملكي. ده انا ما اعرفش نشكره، ده تشكر على ايه؟ طب اشكر اللي خلقك في هذه الهيئه الحلوه دي، الهيئه اللي انت بتتباهى بيها دي، اللي اداك عين تشوف بيها العدو الحبيب. اشكره، قول له شكرا يا رب. وعلمنا عليه الصلاه والسلام اننا لما نشوف حد مبتلى بمرض من الامراض نقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري وجعلني من المسلمين من غير حول مني ولا قوه. ايوه، اداني النعم دي من غير حول مني ولا قوه. اللهم اني تبرأت من حولي وقوتي الى حولك وقوتك يا ارحم الراحمين. ايوه يا حبيبي، احمد الله سبحانه وتعالى احسن الخالقين اللي خلقنا في احسن خلقنا، صورنا في احسن صورنا سبحانه وتعالى. وسبحان الله العظيم كل هذا لفتره محدده. عمر ابن ادم محصور في فتره زمنيه، الحيوان عمره محصور في فتره زمنيه، النبات عمره محصور في فتره زمنيه وبينتهي. لازم نعرف ان كل اللي على الكره الارضيه دولت حاليا موجودين دلوقتي، بعد 100 سنه كل ده هينتهي وهيشغل. كل 100 سنه كل اللي على الكره الارضيه دي هينتهي ويجي غيره. يعني في تجديد، زي ما قال سيدنا عليه الصلاه والسلام قد اعمار امتي بين 60 و70 وقليل ما يجاوز ذلك. يا رب اجعلنا من الشاكرين الحامدين، واعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم امين. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد افضل مما صلى وسلم وبارك جميع خلقه في الاولين وفي الاخرين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين، وفي كل وقت وحين وعدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك ورضا نفسك، وكما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. والحمد لله رب